السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنبدأ شرح منهج الترم الأول من الصف الأول الإعدادي لمادة التربية الفنية. إن شاء الله تبقى مادة سهلة عليكم، ما تخافوش. هو مجرد بس إن أنت هتذاكر الملزمة أو هتقرأ الملزمة مرة واحدة، لأن الملزمة دي كلها عليها 5 أسئلة بس، صح وغلط أو اختياري. وبعدين بعد الملزمة هفهمكم الاختبار بيجي إزاي، وهيبقى الموضوع سهل ان شاء الله، ما تقلقوش منه. هبدأ دلوقتي ب يعني بشرح المنهج عموما. وهشرح كمان ايه اللي بيجي في الاختبار، ايه اللي ممكن يجي في الاختبار، او هشرح لكم الاختبار الاول. الاختبار بيبقى عن سؤال اول بيكون اجباري، وبيبقى عبارة عن تعبير فني وثقافة فنية. الثقافة الفنية هي الجزء اللي احنا بنشرح فيه الملزمة. التعبير الفني هو رسم كامل. الورقة بتاعت الإجابة اللي بتجيلك بتبقى زي ورقة الرسم بالظبط. هترسم الورقة دي بدون برواز، يعني ما بتعملهاش برواز، بدون كتابة كلمة. بتكون رسمة طبيعية أو منظر طبيعي، تمام. وكمان بتبقى بكامل الورقة. خلاص، يبقى ده اسمه التعبير الفني. تاني جزئية في الاختبار بيبقى عبارة عن السؤال التاني، عبارة عن 3 حاجات. أول حاجة بيبقى تصميم فني، وده بيبقى 15 سنتي في 20 سنتي، مساحة محددة، تمام. تاني سؤال بيبقى اسمه تذوق فني، وده بيجيب لك صورتين، ايه الصورتين افضل من التانية، وكمل الصورة لو نصها مش موجود والنص التاني موجود. والسؤال التالت بيبقى اسمه الاشغال الفنية، اللي هي بتبقى عبارة عن انك تعمل رسمة بالقص واللصق، تمام. ده الاختبار بتاعنا. بتختار من السؤال التاني ده 2 بس، يعني ده بتاخد منه 2 بس وبتسيب 1. التعبير الفني هو ان انا برسم بكامل الورقة. الثقافة الفنية الجزء النظري اللي هنشرحه مع بعض. والسؤال التاني انا هشرح الاختبار كله تاني ان شاء الله في حلقة لوحدها علشان تقدروا تستفيدوا اكتر. بس افهمكم، كنت بفهمكم يعني السؤال بتاع الثقافة الفنية ده بيجي من ايه. عندي ان اي عمل فني بيتكون من عناصر اساسية. العنصر الاول هو الملمس. ملمس السطح، يعني ايه ملمس السطح؟ يعني ورقة اللي انا هرسم عليها، سواء كانت ناعمة او خشنة او حاجة صلبة او خشب او معادن. فملمس السطح هو الملمس الخارجي للسطح اللي انا هشتغل عليه. الخط هو عندي انواع الخطوط. عندي خط رفيع، خط سميك، خط موجي، خط زجزاج. هوريكم دلوقتي انواع الخطوط. انواع الخطوط هو خط رفيع، خط سميك، خط موجي، خط زجزاج، خط منكسر، خط مستقيم اللي هو ده، والخط الحلزوني. هي دي انواع خطوط الرسم، تمام. دي انواع خطوط الرسم. طب انا دلوقتي لما جيت بدأت احط ايدي او احط القلم في الورقة، فانا حطيت القلم، نتج عن القلم نقطة. يبقى النقطة هي ابسط عناصر العمل الفني، وهي بداية له، بتيجي صح وغلط في الامتحان، تمام. يبقى انا بدأت بنقطة، جيت ارسم خط من الخط الناتج من النقطة، جيت ارسم مجموعة خطوط ورا بعضها، فنتج عن الخطوط كل اللي ما بينهم ده اسمه مساحة، وينتج عن المساحات أشكال. يبقى أنا عندي العناصر الأساسية للعمل الفني، بدايتها الملمس، السطح اللي هشتغل عليه. تاني حاجة الخط،
النقطة وبعدين الخط وبعدين المساحة وبعدين الأشكال علشان يحصل ليها تلوين أو الألوان. كده مفيش حاجة صعبة إن شاء الله. فأنا عندي هنا النقطة هي أبسط عناصر العمل الفني وهي بداية له. المساحات هي الناتجة عن رسم خطوط بأنواعها من الفنانين الذين برعوا في المساحات: فريد بالكاية، محمد المليجي، صلاح طاهر، بول كلي. ده الفنانين اللي برعوا في المساحات. لازم يكون عندي تركيز ما بين، في هيجيلك تاني دلوقتي في الفن الشعبي فنانين ليهم، فاحنا هنركز على المساحات. الألوان ليها تأثير كبير في العمل الفني، بيجعلنا نميز الأشياء لأن أنا ممكن أميز الشجرة من تحت باللون البني الجذع بتاعها، والشجرة من فوق بالألوان الخضراء، فأنا ميزت الأشكال عن بعضها. تمام. في عندي ألوان بتشعرنا بالحركة والدفء زي الأحمر والبرتقالي، ودي بسميها ألوان ساخنة. وفي عندي توحي بالبهجة والسرور زي الأصفر، وعندي ألوان بتوحي بالهدوء زي الأخضر والأزرق، وبسمي الأخضر والأزرق ألوان باردة. يبقى أنا عندي الملمس هو سواء ناعم أو خشن أو صلب، الخط رفيع سميك مموجي زجزاج منكسر مستقيم حلزوني، النقطة هي أبسط عناصر العمل الفني وهي بداية له، بتيجي في الامتحان صح أو غلط. المساحات هي الناتجة عن رسم خطوط بأنواعها من الفنانين الذي برعوا في المساحة: في فريد بالكاية، محمد المليجي، صلاح طاهر، بول كلي. عندي الألوان لها تأثير كبير في العمل الفني. نيجي بقى الألوان الطيف. ألوان الطيف هي أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. ألوان الطيف لازم أحفظهم وهم 7 ألوان. الألوان الأساسية يعني إيه ألوان أساسية؟ يعني ألوان ما أقدرش أركبها من ألوان أخرى. يعني إحنا لو جبنا ألوان مية وبلت وبدأنا نركب ألوان على بعضها، فأنا لما أجي أطلع اللون الأحمر مش هقدر أطلعه لأنه لون أساسي. أجي أطلع اللون الأصفر مش هقدر أطلعه لأنه لون أساسي. أجي أطلع الأزرق مش هقدر أطلعه لأنه لون أساسي. يبقى أنا عندي الألوان الأساسية هي الأحمر والأصفر والأزرق، وهي الألوان التي لا يمكن تركيبها. الألوان دي لا يمكن تركيبها. طب لو جالي في الاختبار وقال لي الأحمر والأصفر والأزرق هي الألوان الأساسية ويمكن تركيبها، غلط. الألوان الأساسية لا يمكن تركيبها. طيب عندي الألوان الساخنة هي أي لون جاية من مصدر حرارة أو تعطي إحساس بالدفء. مصدر الحرارة زي الأحمر والبرتقالي، أصفر، والبنفسجي اللي مدي على أحمر. طيب الألوان الباردة هي الألوان اللي بتعطي إحساس بالبرودة، أزرق وأخضر، والبنفسجي اللي مدي على أزرق. عندي الألوان المحايدة هي على الحياد ما بين الألوان الساخنة والألوان الباردة زي الأبيض والأسود، ومن الأبيض والأسود بيديني رمادي. البني مش لون محايد. هنا عندي دايرة الألوان، دي اسمها دايرة الألوان. عندي الألوان الأساسية اللي هو الأصفر والأزرق والأحمر، دي اسمها ألوان أساسية. طيب اللون الثانوي، أو خلينا الأول نشرح في الألوان الساخنة والألوان الباردة. كل اللي قرب من الأزرق فهو لون بارد، يعني الجزء ده النص ده كله ده كده بارد. طيب البنفسجي والأصفر لا، البنفسجي السادة ملوش دعوة. طيب كل اللي قرب من اللون الأحمر هو لون ساخن. كل اللي قرب من اللون الأحمر هو لون ساخن. تمام. يبقى احنا عندنا هنا دي دايرة الألوان. عندي الألوان الأساسية وعندي الألوان الساخنة والألوان الباردة. نكمل هنا مع بعض. احنا قلنا ان الألوان المحايدة هي الأبيض والأسود، وهي على الحياد ما بين الألوان الساخنة والألوان الباردة. طيب هندرس المرة دي الفن الشعبي. المفروض ان انتوا ترسموا دايرة الألوان وتلونوها علشان تعرفوا تركيب الألوان على بعضها. هنا عندي 3 ألوان الأساسية اهم: أحمر وأصفر وأزرق. طب أنا لما أجي أركب الألوان الثانوية هعمل إيه؟ لما أجي أحط اللون الأصفر ده بس مثال بسيط علشان تقدروا تتعلموا تركيب الألوان إزاي. أنت ممكن تركبها بالألوان المية عادي. هاخد اللون الأحمر علشان أجيب اللون البرتقالي، فأنا هلون خفيف خالص بالأحمر فوق الأصفر أهو،
فده اعطاني اللون البرتقالي. وهوريكم برضو ده الاصفر عشان تعرفوا الفرق ما بينهم، وده الاحمر. يبقى ده لون اساسي، لون اساسي، لون ثانوي اللي هو احمر، اصفر، برتقالي. يبقى انا مزجت اللونين الاحمر والاصفر نتج عنهم اللون البرتقالي. طيب ناخد لونين تانيين. عندي الاصفر والازرق، الاتنين دول الوان اساسيه. طيب نعمل ايه؟ برضو الاصفر وفي بالازرق هلون فوق منه بخفيف خالص علشان يديني درجه اللون الوسطي، اللون الاساسي الثانوي. اعطاني لون اخضر علشان نعرف الفرق ما بينهم. ده الاصفر وده الازرق. تمام كده. يبقى انا عندي ده لون اساسي، برضو ده لون ثانوي، وده لون اساسي. من مزج الاصفر زائد الازرق اعطاني لون اخضر، واللون الاخضر لون ثانوي. ننزل تحت مع الازرق والاحمر علشان نطلع درجات البنفسجي. عندي الازرق انا عملته خلاص، ده اللون الاحمر. طبعا مش هيبان في الكاميرا قدامكم، بس هو اللون البنفسجي الناتج عن الازرق والاحمر. يمكن كده ظهر شويه. تمام كده. يبقى انا عندي من مزج الازرق والاحمر هيعطيني بنفسجي، وبسمي اللون البنفسجي ده لون ثانوي، والاحمر لون اساسي. يبقى انا عندي 3 الوان اساسيه هما الاحمر، اصفر، ازرق. عندي 3 الوان ثانويه هما برتقالي، اخضر، ازرق، اخضر عفوا، وبنفسجي. تمام كده. كده شرح الالوان بتركيبهم. المفروض ابسط حاجه بنركبها بالالوان المائيه، هي افضل حاجه بتتركب بيها يعني.